في ناس بتفتح حساب على خمسات وتفضل مستنية أول عميل بالشهور، وفي ناس تانية أول أسبوع بس بيجيلها شغل. الموضوع مش حظ خالص، ولا علشان هم أشطر منك. الموضوع كله إنهم فهموا التركاية، ولو ركزت معايا في الفيديو ده هتقدر تجيب أول عميل ليك أسرع ما تتخيل. أهلا بيك في قناة ابدأ صح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا صاحبي، الفيديو ده مهم جدا لأي حد عايز يبدأ يربح من الإنترنت من الصفر، خصوصا من خمسات. هقولك أنا بدأت إزاي وجبت أول عميل إزاي، وإزاي قدرت أوصل ل1000 دولار، وكمان هقولك أسرار محدش بيقولها بسهولة. تعال أقولك الحكاية من الأول خالص. أنا زيك كده بالظبط، دخلت خمسات وأنا فاكر إني أول ما أعمل خدمة الناس هتجري عليا. عملت خدمة واستنيت يوم اتنين أسبوع، مفيش. وقتها فهمت إن في حاجة غلط، مش في الموقع، الغلط في طريقتي. التركاية هنا إن خمسات مش مجرد إنك تكتب خدمة وخلاص، لأ، ده سوق، وسوق مليان ناس بتبيع نفس الحاجة. فلو أنت مش مميز محدش هيشوفك أصلاً. أول حاجة ركزت عليها كانت البورتفوليو. يعني إيه بورتفوليو؟ يعني معرض أعمالك. حتى لو لسه مفيش عملاء، اعمل شغل لنفسك. لو بتصمم لوجوهات، اعمل 5 لوجوهات كأنهم لعملاء. لو بتكتب مقالات، اكتب مقالات وانشرها. الفكرة إن العميل لما يدخل عندك يشوف إنك فاهم. بعد كده دخلت على المهارات. ناس كتير بتغلط هنا، يكتب مهارة واحدة وخلاص. لا يا بطل، اكتب كل حاجة ليها علاقة بشغلك، لأن دي بتساعدك تظهر في البحث. نيجي بقى لأهم نقطة، وصف الخدمة. ده أهم حاجة. الوصف ده هو اللي بيبيعك مش أنت. لازم تكتب وصف واضح بسيط ويحل مشكلة. يعني ما تقولش أنا بقدم تصميم لوجو، لا، قول هصمم لك لوجو احترافي يخلي مشروعك يبان بشكل قوي ويشد العملة. شايف الفرق؟ وكمان لازم تظبط السيو جوه الوصف، يعني تحط كلمات الناس بتدور عليها، زي تصميم لوجو احترافي، تصميم شعار، لوجو ديزاين. ده بيخلي خدمتك تظهر أكتر. الصورة بقى دي حكاية تانية. الصورة هي أول حاجة العميل بيشوفها. لو مش جذابة محدش هيدوس. لازم تبقى واضحة، فيها كلام بسيط وألوان مريحة، وما تنساش تحط صور من شغلك جوه الخدمة. المهم، بعد ما ظبطت كل ده برضه مفيش عميل. وهنا بقى فهمت أهم تركاية في الموضوع كله، إنك ما تستناش العميل يجيلك، أنت اللي تروح له. قدامك طريقين، ركز فيهم كويس. أول طريق، جروبات الفيسبوك. خش على جروبات ليها علاقة بخدمتك. لو بتصمم، خش جروبات أصحاب مشاريع. لو بتكتب، خش جروبات بلوجرز. وشوف الناس محتاجة إيه، وابدأ رد عليهم بشكل محترم، مش سبام. لأ، ساعد الأول، وبعد كده اعرض خدمتك. تاني طريق، وده أقوى بكتير، إنك تعمل محتوى. يعني إيه؟ يعني لو بتصمم، اعمل فيديوهات بتشرح فيها التصميم. لو بتكتب، اعمل بوستات تعليمية. الناس هتشوفك، تثق فيك، وبعدها تشتري منك. ولو انت مش حابب تطلع بصوتك ولا بوشك، عادي جدا، استخدم الذكاء الاصطناعي. في أدوات تعمل صوت وأدوات تعمل فيديو، كله متاح. بالمناسبة، لو وصلت لهنا يبقى انت كده ناوي تبدأ صح. فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك. تعال بقى أقولك على أول عميل ليا. أول عميل جالي كان من جروب فيسبوك. واحد كاتب إنه محتاج خدمة، دخلت كلمته باحترام وفهمت هو عايز إيه. ما قعدتش أبيع وخلاص، لأ، حاولت أساعده، وبالفعل اختارني. الإحساس وقتها ولا أي حاجة، فرحة غريبة كده. مش علشان الفلوس بس، علشان حسيت إن الموضوع حقيقي. ومن هنا بقى الدنيا بدأت تمشي. كل تقييم حلو كان بيجيب عميل جديد، لحد ما وصلت لأكتر من 150 عميل على حسابي القديم. بس حصل مشكلة والحساب اتقفل. أيوة، كل ده راح. بس تعرف الغريب، رجعت تاني بحساب جديد وجبت 20 عميل من غير ما أسوق أصلا. ليه؟ لأني فهمت اللعبة. خليك فاهم، الموضوع مش حساب، الموضوع مهارة وطريقة شغل. نيجي بقى للنصايح اللي هتوفر عليك وقت كبير. أول حاجة، اختار خدمة عليها طلب. ما تخترعش حاجة الناس مش محتاجاها. شوف السوق عايز إيه وادخل فيه. تاني حاجة، ما تقدمش خدمة أنت مش متقنها، علشان أول تقييم وحش ممكن يدمرك. تالت حاجة، رد بسرعة. العميل بيحب الشخص اللي بيرد بسرعة وبيهتم. رابع حاجة، دايما زود قيمة. يعني لو العميل طالب حاجة، اديله زيادة بسيطة من عندك. الحركة دي بتخليه يرجع لك تاني. خامس حاجة، راعي ربنا في شغلك. ما تضحكش على حد ولا تسلم شغل وحش،
علشان في الآخر سمعتك هي كل حاجة. وآخر حاجة، ما تستعجلش. النجاح هنا مش في يوم وليلة، بس لو كملت هتوصل. التركاية ببساطة: خدمة متقنة، بورتفوليو قوي، وصف مظبوط، صورة جذابة، تسويق صح، يساوي أول عميل وبعدها فلوس حقيقية. ولو فهمت المعادلة دي تقدر تكبر أكتر وتشتغل على مواقع أكبر زي أب وورك وفايفر. وفي الفيديوهات الجاية هقولك إزاي تكبر دخلك أكتر وتوصل لمستوى أعلى بكتير. ولو الفيديو فادك ما تنساش اللايك والاشتراك، وأشوفك على خير في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.